انا قلت لليليا حفيدتي هاخد منك الحله بتاعتك يا ليليا اعمل فيها شاي الكرك. قالت لي خديها يا تيتا بس اما تخلصي اغسليها ورجعيها مكانها. قلت لها حاضر يا ليليا. حطيت في الحله نصها ميه تغلي على النار، ونزلت فيها بمعلقتين من الشاي، ويفضل شاي يكون خرز. بعد كده حطيت كم عود من القرنفل مع عودين قرفة مع كم فص من الحبهان وحمصتهم الأول. بعد كده بقى ظبطت السكر، والسكر حسب الرغبة. وكنت ناقعة كده نص معلقة من الزعفران في مكعبات من التلج، حطيتها بعد السكر. وبعد كده ضفت اللبن. لما الخليط كله غلى على بعضه صفيته بقى كده بالمصفى، واداني احلى مشروب لشاي الكرك. ان وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي. انا قلت لليليا حفيدتي هاخد منك الحله بتاعتك يا ليليا اعمل فيها شاي الكرك. قالت لي خديها يا تيتا بس اما تخلصي اغسليها ورجعيها مكانها. قلت لها حاضر يا ليليا. حطيت في الحله نصها ميه تغلي على النار، ونزلت فيها بمعلقتين من الشاي، ويفضل شاي يكون خرز. بعد كده حطيت كم عود من القرنفل مع عودين قرفة مع كم فص من الحبهان وحمصتهم الأول. بعد كده بقى ظبطت السكر، والسكر حسب الرغبة. وكنت ناقعة كده نص معلقة من الزعفران في مكعبات من التلج، حطيتها بعد السكر. وبعد كده ضفت اللبن. لما الخليط كله غلى على بعضه صفيته بقى كده بالمصفى، واداني احلى مشروب لشاي الكرك. ان وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي.